انا هنزل افطر مع عمي. لا، مش هتفطر مع عمي. معقولة حد يصدق ان دي ممكن تبقى خلافات توصل ان هو يتقتل؟ معانا كلام كتير قوي قوي وتفاصيل من على ارض الواقع ومن المحاضر الرسمية من مقتل محمد على يد زوجته بسنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما تعودنا دايما نصلي على محمد عليه الصلاة والسلام. مقتل محمد على يد زوجته بسنت. طبعا كلنا عارفين ان البيوت كلها بيبقى فيها مشاكل، فيها بعض المشاكل اللي بتبقى مزمنة وفيها المشاكل اللي بتنحل وقتي. فمحمد كان من الناس اللي مشاكله مزمنة. محمد متزوج من بسنت ومخلف منها 3 أولاد، ولكن الزيجة كانت ما فيهاش توفيق من أول الزواج. محمد واخوه عنده مركز صيانة في العمرية، وراجل يشهد له الجميع بأنه راجل محترم وراجل شايف بيته وشايف كل متطلباته وشاب ناجح. يرجع الموضوع إلى ورا شوية، إن محمد كان حصل له بعض المشاكل مع أهل مراته. فأهل مراته الحقيقة بدل ما يلطفوا الموضوع، لا، ده كتروا الفجوة ما بينه وما بين محمد. بمعنى ان هو محمد كان زي اي واحد برضه لما بيحصل مشكلة بينه وبين مراته بيكلم اهله ان هم ييجوا يحلوها، وده الطبيعي اللي هو نقدر نقول عليه ألف ب في اي حاجة. ولكن محمد لما اشتكى لأهل مراته، أهل مراته ما اقتنعوش بالكلام اللي بيقوله محمد. طيب احنا برضو كل واحد مننا عنده عقل. لما تكون النهاردة بنتي بتقول لي اي حاجة، اكيد انا طبعا برضو راجل، انت اب وام ناس كبار وبيفهموا. اكيد لما تكون بنتك بتكلمك في بعض التفاصيل، لو انت شايف برضو من وجهة نظرك ان التفاصيل دي العقل ما يستوعبهاش، المفروض ان انا بحل الموضوع بالحكمة. ولكن محمد ملقاش الحكمة من اهل مراته، فاضطر ان هو تملي لما يجي يحل وما يعرفش يحل ان هو يمد ايده عليها. طبعا ده وضع مش كويس، وضع مش طبيعي. ولكن في بعض الازواج بيلجأوا لها لما ما يلاقوش حل مع الزوجة ومع اهلها. محمد كان برضو من ضمن الناس ان هو عايز يروح شغله ويكون رايق، وبرضو ما يعني مش مضغوط نفسيا. فهو عنده مركز الخدمة بتاعه اللي في العمرية، فقال لك انا من كتر المشاكل انا مش عارف اركز في شغلي. فخد بعض الحاجات اللي هي موجودة في الشقة زيادة، وراح فرش اوضة كده زي استوديو فوق مركز الخدمة بتاعه في العمرية، وبدأ يريح اعصابه هناك. يعني بعد ما يخلص شغل يقعد هناك وبتاع. ولكن في الاول وفي الاخر لقى ان الموضوع ده يعني موضوع وقتي، ولكن هو برضو العيال بيوحشوه، فهو مش قادر يعني ان هو، فقعد فترة في الموضوع ده. الحقيقة المشكلة بقى ان الموضوع في الفترة دي زاد اكتر من الاول. هي بدل ما تحل واهلها يحلوا، برضو خدوا اهلها راحوا لمحمد فوق مركز الخدمة وعملوا معاه مشكلة وضربوه واتخانقوا مع بعض. وطبعا ده خلى الفجوة زادت ما بينهم وما بين بعضهم. يعني النهاردة تقريبا محمد ما بقاش يعرف يتعامل معاها عن طريق اهلها، خلاص اهلها انشالوا من السكة، فبقت الموضوع التعامل ما بينها وما بينه. فالحقيقة ما كانش بيلاقي صدى من التغيير بالنسبة لبسنت، لحد ما في يوم ان هو بيقول لها انا نازل افطر مع عمي. فقالت له لا، ما تنزلش تفطر مع عمك. طب ما انا هنزل اجيب لك الطعمية السخنة والفول السخن والكلام ده كله ونقعد نفطر مع بعض. احنا ما بنفطرش مع بعض الا يوم الجمعة. قال لها انا هفطر مع والدتي واجي نتغدى مع بعض، اعملي اللي انت كنت عايزة تعمليه. قالت له طيب هنعمل ايه؟ قال لها اعملي بط واعملي ايه محشي والكلام ده كله.
ده اللي بيتقال من الاهل والاقارب. والحقيقة انه هو كان الكلام سلس لحد ما هي قالت له لا انت لا هتفطر ولا هتنزل من هنا خالص. قال لها ازاي؟ هو انت شايفاني قدامك عيل صغير؟ قدامي شايفاني ان انا لا مؤاخذه بعد ما اتصل بوالدتي واقول لها ان انا جاي احرج نفسي وما اروحش؟ هو انت شايفه اللي انت بتعمليه ده مظبوط؟ انا قلت لك هنفطر مع بعض مع امي واجي هنا نتغدى مع بعض. الحقيقه كلمه في كلمه في كلمه في كلمه قام ضاربها وقام زائقها. طبعا هو هيروح عند اهله متعكنن. قال لا انا مش هروح دلوقتي، ودخل قفل خد عياله ودخل قفل على نفسه في اوضته وقال اما اروق شويه هبدا يعني ايه اخش اغسل وشي وبتاع واروح فين لعند امي. الحقيقه دخل وقفل على نفسه وقعد يتكلم مع عياله، ولكن هي في الاول وفي الاخر ما سكتتش وقعدت تخبط على الباب. يا بنتي بلاش كده بلاش كده بلاش كده. قالت له لو ما فتحتش انا هقتلك، لازما تفتح يا اما هقتلك. طبعا هو مش متخيل الكلام ده، ولكن في كتر الخبط هو فتح، ولكن فوجئ ان هي ماسكه سكينه في ايديها. ولكن هو مش متخيل برضو ان الموضوع ممكن يوصل بينهم بعض الدرجات دي، ولكن هو حس برضو بانها في الوقت ده حس بالغدر، ولكن ما كانش تخيله برضو ان هو ممكن يحصل الكلام ده. يا بنتي ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ما ينفعش كده ما ينفعش كده. قالت له انا زهقت انا تعبت انا الكلام ده كله. المهم قام ضاربها وقام زائقها. المهم قامت جايبه السكينه وقامت ضرباه في كتفه. جت الخبطه الاولانيه في كتفه، قامت خبطاه الخبطه الثانيه في صدره، خبطه والثانيه والثالثه والرابعه اودت بحياته. ولكن في الاول وفي الاخر المشكله كلها ان هي يا ريتها مثلا لما فكرت ان هي اتسرعت ومشيت، او يعني خدت بعضها ومشيت واتصلت باهله كانوا يلحقوا ابنهم. ولكن في الاول وفي الاخر هي قعدت لمده ساعتين بتفكر في اللي حصل وتعمل ايه وتسوي ايه. اتصلت باهلها الحقوني انا عملت كذا 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 في محمد. قالوا لها احنا ما نقدرش نعمل حاجه ولا نتصرف في اي حاجه من اللي انت بتعمليه ده، الموضوع بالنسبه لنا احنا ما نعرفش احنا هنعمل ايه. اتصلي باخوه قولي له حصل كذا وكذا وكذا. اتصلت باخوه قالت له انا قتلت اخوك. طبعا لكم ان تتخيلوا لما واحده تتصل على واحد تقول له انا قتلت اخوك، هو خد بعضه اللي هو مصطفى اللي هو شريكه ده وقام واخد بعضه، هما ساكنين في اخر الشارع مع بعض، خد بعضه وجري حافي وكان بيجري باقصى سرعه. راح لقى اخوه مرمي على الارض وبيصر في دمه وهي واقفه ماسكه السكينه تقول له انا قتلته. قام ضاربها بالقلم وقال لها حرام عليك يا مفتريه، وطلب الاسعاف عشان خاطر يلحق اخوه. ولكن كان محمد بقاله ساعتين يعني بينزف وتوفاه الله. الحقيقه القصه كلها مش قصه ان محمد قتل او ان محمد اتقتل على ايد مراته. انا عايز اقول يا جماعه لما بيكون في خلافات زوجيه لو الموضوع ما فيهوش وفق وما حصلش فيه نصيب ومش هيتحل او ما فيش بينهم من بعض وفق، ما تقولوش العيال ما تقولوش العيال لا ما فيش نصيب كل واحد يروح لحاله. انا شايف ان هو بيبقى افضل ان عن اي ان هم يكملوا مع بعض. يا رب تكون فكرتنا وصلت، واشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.